جوزي زملكاوي متعصب، وكل ما الأهلي يجيب جول يديني بالشلوت، وكل ماتش باخد علقة سخنة منه، وزي ما يكون أنا السبب. أنا ما بقاش فيا حتة سليمة خلاص. ليلى حياتها اتدمرت بسبب مباريات الزمالك، وخاصة لو مع الأهلي، وبعد ما كانت بتحب الكورة كرهت أي حاجة تخص الموضوع ده، وبقت بتتهرب وتختفي من قدام جوزها ممدوح وقت أي مباراة. بس دي طبعا ما بقتش عيشة، فقررت ليلى إنها تنفصل. مشكلتها البعض ممكن يشوفها تافهة ومضحكة، ولكن تفاصيلها مؤلمة، خاصة إن حبه للزمالك خرب حياته. اللي قالته ليلى مفاجأة مش هتصدق اللي مرت بيه، بس هل الموضوع يستاهل إنها تنفصل؟ تعالوا نعرف التفاصيل. في فترة التعارف بيبقى كل واحد عايز يعرف كل حاجة عن التاني، وزي أي اتنين مخطوبين بيسألوا بعض: بتحب ألوان إيه؟ إنتي برج إيه؟ إيه أكتر أكلة بتحبها؟ وكل الأسئلة دي، وزي ما بنقول كده حلاوة البدايات. ليلى بتقول: ممدوح في مرة سألني: ليكي في الكورة؟ قلت له: جدا، أنا بشجع الأهلي. وإنت؟ قال لي: الزمالك عشق الأول والأخير. كنت فاكرة الموضوع مجرد حب عادي، زي ما أنا بحب الأهلي جدا ومفيش ماتش مش بتفرج عليه. لكن هو ما كانش كده، هو حبه للزمالك اتحول لحب مرضي، وللأسف ما اكتشفتش ده إلا بعد جوازي منه. وبتحكي ليلى وبتقول: طول فترة خطوبتنا كنت شايفة الموضوع عادي، أو يمكن هو كان بيتحكم في نفسه، يعني بما إنها فترة لطيفة وكل واحد بيظهر الحلو اللي عنده، أو يمكن يكون حبي ليه خلاني مركزت في الموضوع ده. بالعكس، يمكن كنا شايفين إن الاختلاف بينا ده عادي وطبيعي ومش هيأثر على حياتنا. هو قليل قوي لما كان بيتفرج معايا على ماتش، خاصة للأهلي والزمالك، فكان يا يكون مع صحابه أو في القهوة أو لوحده في البيت. ورغم إن نزلت القهوة مع صحابه كانت بتضايقني، ولكن لما اتجوزت بقيت بتمنى إنه ينزل يتفرج بعيد عني. الموضوع اكتشفته لما اتجوزت، بقيت أبقى متحمسة جدا لأي ماتش، يعني هنتفرج سوا ويكون في منافسة بينا شريفة. لكن يوم ماتش الأهلي والزمالك بيكون ما يعلم بيه إلا ربنا، يعني أنا بتفرج كترفيه. والله الأهلي كسب، ألف مبروك. خسر، يبقى حظ سعيد المرة القادمة، وخلص الموضوع. لكن هو بقى مع كل جول للأهلي بيحققه بلاقي شلوت ونرفزة، وممكن يحدفني بأي حاجة قدامه. الموضوع ما كانش هزار خالص، لا بيعمل كده بجد وكأنه مش في وعيه. مرة في التانية ما بقيتش مستحملة، وبقيت قبل أي ماتش أختفي من قدامه، أروح في أي حتة أو حتى أدخل الأوضة وأقفل على نفسي لحد ما الماتش يخلص. ولكن ما كنتش برضو بسلم منه، ولازم اخد العلقة. علشان كده بقى ليلى قررت ترفع قضية خلع ضد جوزها ممدوح بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، بتطالب التفريق بينها وبين جوزها لاستحالة العيشة معاه بسبب اللي عملوا فيها من تعدي مع كل خسارة للزمالك بدون وجه حق. والمحامية نهى الجندي المتخصصة في شؤون الأسرة اتقدمت بدعوى للخلع، وقدرت ليلى إنها تنفصل عنه فعلا. طبيعي يكون في اختلافات بين أي زوجين، سواء في صفات أو ردود أفعال أو حتى حب الحاجة أو تشجيع لفريق معين زي ليلى وممدوح، ولكن اللي مش طبيعي إن حبه للفريق ده يأثر على حياته وعلى علاقته بمراته، وتوصل إنه يمد إيده عليها. هيحصل إيه غير خراب البيوت؟ هل هيعود فوز الزمالك عليه بحاجة؟ بالعكس، فلازم ما ياخدش الموضوع على صدره ويتفرج ويشجع من قلبه، بس كترفيه مش أكتر. ولا انتوا رأيكم إيه؟ شاركونا في التعليقات.